ازيكم يا حلوين؟ تعالوا بقى اقول لكم هنعمل ايه النهارده. وصفه في منتهى اللذاذه. معايا 3 بتنجانات ومعايا فلفلتين من فلفل الالوان الحمر. حطيتهم كده على ورق زبده وفويل في صينيه، ولفيت كمان راسين من التوم صغيرين تمام في الفويل بالشكل ده، وحطيتهم وعلى اعلى درجه حراره في الفرن هدخلهم لحد ما يتشووا ويطلعوا لي بالشكل ده. بس كده تمام. اول بقى ما يطلعوا بالشكل ده سيبهم يهدوا شويه، وبعدين ابتدي اني انا اقشرهم على طول. تمام، هيتقشروا معاكي بكل سهولة. هقشر اول حاجة البتنجان، وهقشر كمان الفلفل اللي هي القشرة كده الرقيقة دي اللي بتكون على الفلفل برضو. عايزة اقول لكم ان النهاردة يعني طبعا هو معروف كده احنا هنعمل ايه. احنا هنعمل بابا غنوج، او زي ما بيقولوا متبل البتنجان. تمام. او بالنسبة لي سلطة البتنجان دي احلى سلطة هتعمليها، او البابا غنوج بطريقتي انا. ما بحبش احط عليها التوم ني خالص. تعالوا بقى شوفوا انا بعملها ازاي. اول حاجه زي ما قلنا، اول خطوه خالص ان احنا شوينا البتنجان. ما ضفتلوش اي اضافه خالص، حطيته على ورقه زبده وفويل وعلى صينيه دخلتهم الفرن اتشووا. معايا كمان الفلفلتين هقشرهم بالشكل ده اتشووا معايا وهحطهم. ولو في فلفل احمر كمان حامي او فلفل اخضر حامي نقدر كمان نضيفه مشوي. تمام، نسيبه يتشوي. بعد ما قشرت بقى كل الكميه، راس التوم بقصها بالمقص من فوق وانزلها بالشكل الجميل ده. هتنزل معاكي تحفه. توم مشوي خطير. هعمل برضو التانية تنزل معاكي بكل سهولة يا جماعة، بينزل ما شاء الله قلبها كله بكل سهولة. فنزلت بقى الراسين كده الصغيرين على الكمية دي، وهبتدي اني انا بالسكينة هقطعها. انا ولا هفرمها ولا هضربها ولا اي حاجة. عايزة كده استمتع بقطع البتنجان. فهبتدي اني انا يعني اقطعها بالسكينة بالشكل ده. طبعا ما يضرش لو لقينا قشرة بتنجان او حاجة نشيلها. هبتدي برضو هستمر في نفس القصة، واني انا ايه اقطعها. وانا بقطع برضو هضيف لها باقي المكونات اللي احنا هنضيفها، اللي هي هريسة الفلفل الحار البيتي اللي احنا عاملينها الخطيرة. ما شاء الله تحفة. انا فتحت معاكم البرطمان التاني اهو، يعني لايف اهو. تاني حاجة معايا عصير ليمونة كبيرة، ومعايا كمون، ومعايا ملح، ورشة صغيرة من الفلفل الاسود. بس انا متهيألي ما ضفتش اي اضافات تانية خالص. يعني انا ضفت كمون، رشه صغيره جدا من الفلفل الاسود، معلقه من الهريسه الفلفل الخطيره البيتي اللي احنا عاملينها. نقدر نستبدلها بفلفل حامي، او نستبدلها باي او نستغنى عنها خالص براحتك خالص. وطبعا ما نستغناش عن الطحينه. وحطيت بقى الطحينه وجبت الشوكه، وهبتدي ان انا اهرس البتنجان بالشكل ده. شايفين الجمال؟ عايزه اقول لكم ان البتنجان ده يعني الطريقه دي تحفه جدا مع البطاطس المحمره. تحفه جنب الاسماك، جنب المشاوي، جنب حاجات كتير جدا نقدر نضيف الطبق الجميل ده. طبق حلو في منتهى اللذاذه. يعني في يعني سندوتش البطاطس بالبابا غنوج ده حكايه. جنب الكفته المشويه، اللحمه المشويه، جنب فراخ مشويه نقدر نضيفها. في حاجات كتير جدا نقدر نضيفها جنب السمك بانواعه. نقدر برضو نضيف سلطة البابا غنوج دي، او سلطة البتنجان المشوي. طبعا انا ضفت اخر اضافة زيت الزيتون، وطبعا قلبت كويس جدا. وبحفظها معايا في علبة في التلاجة بتبقى جاهزة على طول. طبعا بقى حطيت بقى قدمت منها كده طبق صغير، وحطيت على الوش زيت زيتون. بصوا جمال يا جماعة. مش قادرة اقول لكم كمان على جمالها وجمال طعمها. تعالوا بقى ندوقها. حكاية. والله هي تتاكل لوحدها كده اصلا من جمالها. بتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم والطريقة عجبتكم وتجربوها. تزوروني ان شاء الله في فيديو جديد وصفة جديدة. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير عشان الكل يستفيد. باي باي.